الأستاذ أو القارئ سعيد طيب وليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الموارد المالية وتسخير الموارد البشرية من أجل نهار الولوج الدائم والمتواصل للخدمات الصحية وتحسين مركز تصفية الدم بالمدينة اللي كان بدا سنة 2013. والحمد لله هذا المركز أعطى يعني نتيجة جد إيجابية من حيث الخدمات، من حيث يعني الجهود الجبارة التي يقوم بها الدكتور الوزارة والدكتور اليوم جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي لاشتكاء بها كتنظم واحد اللقاء تواصلي، وهذه فرصة اللي الجمعية قدمت الحصيلة ديال الجمعية في تسيير مركز تصفية الدم بمدينة بيغرا. الحمد لله هذا المركز هذا تطور بواحد الشكل نوعي، وذلك خدمة للمرضى اللي من هذا المنبر كنتمنوا لهم الشفاء العاجل إن شاء الله وجميع مرضى المسلمين. هذا المركز هذا بدعم من السلطات الإقليمية ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة السيد العام المحترم اللي مفاتيح كيقدم مجهودات ودعم من أجل النهوض بهذا المرفق الاجتماعي. والحمد لله الأطر الطبية يعني الممرضين والممرضات كيقوموا بواحد المجهود كبير من أجل توفير ظروف صحية جيدة للمرضى. وكذلك ما ننسى نشكر جميع الجهات والسلطات ورؤساء جماعات اللي كيساهموا بشكل نوعي في هذا الإطار هذا. والشكر موصول لكل من ساهم من قريب ومن بعيد لتطوير هذا المركز، مركز تصفية الدم بإقليم اشتكيت بها. وشكرا. اليوم جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي اللي اشتكيت بها كتنظم واحد اللقاء تواصلي حول مسيرة الجمعية ومشاريعها، كذلك لتقديم حصيلة البرنامج الاجتماعي اللي كتمثل في واحد مشروعين مهمين. المشروع الأول هو مشروع حملات تحسيسية لفائدة الأمهات والنساء في سن الإنجاب. كذلك المشروع الثاني هو مشروع تكفل بتلاميذ بطبيعة الحال تلاميذ المدارس في إقليم اشتكيت بها الذين يعانون من اضطراب السمعي البصري، بتنسيق بطبيعة الحال مع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين وكذلك المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم اشتكيت بها، وبتمويل من المبادرة والتنمية البشرية. والشكر لكل من ساهم بقليل أو بكثير لإنجاح هذا المشروعين للجمعية. شكرا وزارة الصحة كل المسلمين وسمعتي السادة وضيوف. أنا اليوم جد سعيد مشاركة معكم مع هذه النشيطة المواطنة في اللقاء التواصلي. لكن اليوم هذه الجمعية من شهور معنا في الشركة التجارية، وهذا اللقاء الثاني مع هذه الجمعية على سبيل المشرف ديال الحكم الجمعية اللي كتنشأ هذه الجمعية
ووضوحنا لمواضيع المواطنين والمواطنات. نشكركم على هذا اللقاء والتواصل في حصيلة البرنامج الاجتماعي للجمعية. إذا ذكرت بالعبر السيد المقدم والسيد الرئيس أن الجمعية أسست 2004 وبخصوص الضبط أن المستشفى الإقليمي أسس في 2003 يعني هذا شيء هذيك المواكبة واستباع من طرف الجمعية للوقوف بجانب المساعدة وتقدير كما تعرفوا أن الصحة ليست حر على وزارة الصحة، الصحة شيء ديال الجمعية. في المواقع كان تجاوب كبير من الموظفات والموظفين ديال صندوق الصحة وكنشكرهم بزاف حنا كعائلة كمريض منذ بداية جمعية الصفا كصاحب الصفا ويدك الأخيرة الرحيم. عبد الله صابري الكاتب العام لجمعية أصدقاء المستشفى. اليوم نديروا هذا اللقاء التواصلي لتقديم الحصيلة ديال البرامج ديال الجمعية، وهي مناسبة للتواصل مع الشركاء ديالنا اللي هما اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية، المجلس الإقليمي، الجماعات الترابية، وكذلك الشركاء الآخرين الفاعلين الاقتصاديين ديال المنطقة. من خلال هذا اللقاء التواصلي حاولنا نقدموا واحد عرض يعني حول التأسيس التاريخي حول تأسيس الجمعية، وكذلك الحصيلة ديال البرامج اللي شاركت فيها الجمعية يعني منذ نشأتها، واللي مهمين بزاف هما هاد البرامج الأخيرة اللي حاولنا نديروا فيها التكريم ديال الموظفين ديال وزارة الصحة ونيابة التعليم اللي ساهموا يعني بفعالية ولإنجاح هذا البرنامجين لأنهم جد مهمين. البرنامج الأول يتعلق بالصحة الإنجابية، والبرنامج الثاني للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع. وبهذه المناسبة كنشكر جميع الشركاء اللي عاونونا بالخصوص في هذه المشروعين الأخيرين، وكذلك دائما على رأسهم عامل صاحب الجلالة نصره الله اللي كيقدم دائما الدعم ديال الجمعية سواء في تسيير وتدبير مركز تصفية الدم أو في تجهيز المستشفى الإقليمي بالأجهزة البيوطبية، وكذلك مساعدة المرضى يعني اللي كيعانيوا من الفشل الكلوي.